أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقفنا في المرة الماضية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل على الحيطة دي تعدل في حديث النبي، فاشتغلت كده أنت تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لما أخذ النبي، نذكر الحديث مرة أخرى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وقالوا كلام الإمام النووي، قالوا في شرح الحديث، في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. هذا الحديث قد ذكرنا كلام العلماء فيما يتعلق بفوائد هذا الحديث، من أنه يحث هذا الحديث على المبادرة إلى عمل كل شيء في وقته، لا يؤخر أعماله ولا يسوفها، لأنه لا يضمن عمره أن يأتيه أجله بغتة. والحض على تقصير الأمل، لأن ذلك يدعو إلى صلاح العمل وينجه من التراخي والتكاسل. والحض على اغتنام الفرص للطاعة، وأن الحياة والصحة غنيمتان للمؤمن، يجب أن يستفيد منهما بأعمال الخير، فلا ينبغي له أن يفرط فيهما فيما لا ينفعه في آخرته. هذا الكلام الذي ذكرنا، ونشير إلى شيء من هذه المعاني. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال. هذا الحديث كما تعلمون، في من سمع معنا الكلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر هذا المعنى الأول، وهو لماذا ساق ابن عمر هذا الحديث. وهذه مسألة مهمة في هذا المنهج، تعلم كيفية أن يدخل المرء إلى معاني الحديث من هذا المنهج. بمعنى عندما يعرف المرء لماذا ساق الصحابي الحديث، فلا بد حينئذ أن يعلم أنه قد ساقه لما يراه من حال يدعوه إلى أن يقول: لا، فقد حدث كذا وكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يبين لنا إذن موضع العبرة أو العظة من الحديث. يعني تذكرون مثلا عندما كنا نشرح حديث قاتل المئة، لماذا ساق حديث قاتل المئة؟ لماذا جاء الصحابي فساق هذا الحديث؟ لماذا ساق هذا الحديث؟ كان يمكن أن يسوق حديثا آخر، إنما ساق هذا الحديث بالذات. لماذا؟ أنه يريد أن يوصل معنى مهما هو في ثنايا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إنما نصل إليه نقول: هذا هو موطن العبرة والعظة والتذكرة والفائدة التي ساقها الصحابي لمن حوله، رأى ما يستدعي منهم ذلك، هذه الثانية، فبين لهم هذا الحديث
لتظهر هذه العبرة التي قد خفيت عليهم أو التي وقعوا في مخالفتها أو التي لم يهتموا بها أو التي سألوا عنها. عندما يسألون عن شيء يقول نعم قد قال رسول الله كذا. وعندما يراهم مقصرين مثل هذا الحديث، أحد الأسباب التي يمكن أن تكون لماذا ساق الحديث ابن عمر يقول لهم كن في الدنيا كأنك غريب، أنه وجدهم في الدنيا ليسوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجدهم في الدنيا ليسوا غرباء ولا شيء، وإنما مثلنا هكذا يتسارعون في الدنيا، أصابتهم بالغفلة يتنافسون فيها، كل كلامهم عن تحصيلها أو المحافظة عليها أو الحزن على فقدها أو غير ذلك. فقال لهم لا ينبغي أبدا للمؤمن أن يكون حاله ذلك في الدنيا. كيف؟ يقولون له كيف إذن؟ يقول قال النبي كذا صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، أنهم قد رآهم كذلك في الدنيا، أو أنهم كذلك عندما نظر إلى أحوالهم وهم يتساءلون. واحد يقول له، واحد بيوعظ واحد مثلا يقول له الدنيا وما فيها والدنيا زائلة وينبغي كذا وينبغي كذا، وهو يجادله يقول له يعني مثلا الواحد ما يسعاش على معاشه، يعني الدنيا السماء بتمطر ذهب ولا فضة ولا كذا ولا كذا. يتدخل ابن عمر ويقول موقف المرء في الدنيا كذا وكذا. حينئذ تعرف موضع الموعظة. انت عرفت موعد الموعظة ايه بقى؟ هنا يقول كن في الدنيا كأنك غريب، يبقى هو لابد أنه ليس على هذا الحال الذي جعل ابن عمر يقول له كن كذا. صحيح؟ الكلام ده متوجه لمن إذن؟ توجيه لنا. هو يجي ابن عمر يشوفنا كده يقول إيه؟ لا ليس هذا الحال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أمر بأن يكون المؤمن في الدنيا كأنه غريب أو عابر السبيل، ليس هناك له طريق ثالث، هم طريقان فقط، إما أنه غريب في دار الغربة أو أنه مسافر يوشك أن يصل إلى نهايته إلى الله تعالى. وهذا إذا موضع العبرة أيضا. كيف؟ كأنه يقول لهم أن يكون في الدنيا كأنه غريب. يعني إيه غريب؟ يعني واحد في دار الغربة كل همه في دار الغربة أن يتزود الزاد الذي يرجع به إلى أهله ليبيض وجهه أمامهم، ولا يرجع إلى أهله خيبان ما حصلش حاجة. اللي بيرجع من دار الغربة ما حصلش حاجة ده بيبقى منظره إيه؟ بهذا الحال الأول. يعني كأنه يقول إن للمؤمن حالين في الدنيا لا ثالث لهما، إما أنه غريب، وحال الغربة يبين أنه يحرص على ما يبيض وجهه عندما يرجع إلى أهله، فقط يرجع له مسرورا يدخل عليهم السرور وهو يرجع وقد حصل ما يكون سبب مباركته أو سبب أن يكون بينهم ذا قيمة، أو أنه مسافر. يبقى إذن كلام النبي متوجه إلينا، يقول لنا الحال الذي أنتم عليه ليس الحال الذي ينبغي على المؤمن في الدنيا أن يكون عليه. المؤمن في الدنيا ينبغي إما أن يكون غريبا كل همه أنه يتجهز الحسنات ويترك السيئات من ناحية ثانية ليس له بينه وبين أهل الغربة أي علاقة، يشتموا يضربوه، كل هم أنه هو عاوز يحصل شوية ريالات لكي يرجع إلى أهله. مش عايز يتخانق مع حد، ومش عايز يودي نفسه الشرطة، ومش عايز يترحل، ومش عايز يحصل له هذه المشاكل التي تضيع عليه سبب بقائه في هذه الغربة. يبقى كأنه في هذه الغربة له هم واحد أن يحصل ما يبيض وجهه عند رجوعه إلى أهله.
والأمر الثاني أنه ليس بينه وبين أهل الغربة شيء يدعوه لأن يخاصمه أو أن يقاتله أو أن يقاطعه، بل هو يتحمل أذاهم في سبيل أن يحصل ما يكون سبب سعادته عندما يرجع. تلاقيه بياخد على قفاه زي ما بيقولوا مثلا في السعودية، وبيتبهدل وكذا وكذا، والمصريين وراضي ومبسوط وكل حاجة، ويقول لك بس حصل شوية الريالات عشان يرجع. وهذا المعنى الذي ينبغي أن يكون المؤمن عليه في الدنيا، أنه له هم واحد يحصل سعادته عندما يرجع إلى الله. والأمر الثاني أنه لا يعينه على تحصيل هذه السعادة تلك الخلطة مع الناس والشد والجذب والعراك وكل هذه المعاني التي تعطل عن أن يحصل هذا التحصيل الذي يفيده ويسعده وأهله عندما يعود إليه. احنا بقى على العكس كما ترى. لذلك ابن عمر قال لهم لا، نحن على العكس. انظر إلى أحوالنا، من الذي جعل همه أو من الذي قال أنا غريب في هذه الدنيا، محدش يدعو فيها، أنا عاوز أجهز نفسي عشان أرجع كويس، أو يقول لهم أنا مسافر. مسافر يعني إيه؟ يعني متخفف من الأثقال والأحمال التي تقطع عليه سفره. من ناحية الإنسانية كل ما يتزوده ما يوصله إلى مرحلة أخرى بعد مرحلة حتى ينتهي إلى نهايته. هذا معنى السفر. هذا هو الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المرء، أنه مسافر يعني لا يلتفت إلى ورائه، كل همه أن يصل إلى المحطة التالية، ليصل إلى المحطة التي بعدها، ليصل سالما في النهاية ينزل محطته التي يصل إليها. كل همه في سفره ألا يحمل أثقالا تعود عليه بالرجوع والنكوس وعدم مواصلة السير إلى الله تعالى، وكل همه أن يتزود زادا في كل يوم في كل مرحلة جديدة تمكنه من مواصلة السير إلى الله تعالى. هذان الحالان اللذان ذكرهما ابن عمر رضي الله عنهما. تجد في أول الكلام أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال هذا الكلام. تلاحظ أن هنا ينبغي أن يكون السياق على غير ذلك. اللي بيقرأ بقى عشان يتمعن وربنا يفتح عليه وياخد باله من الكلام. جه الرسول عليه الصلاة والسلام كده ومسك ابن عمر قال له كن في الدنيا كأنك غريب. ممكن كده؟ يعني أنا مقابل طالب كده من طلبة العلم وماشي كده حاطط إيد عليه أقول له كن في الدنيا كأنك غريب أو على السبيل؟ ولا في شيء في النص في الكلام؟ طب وضع يده الشريفة على منكبيه تشير إلى ماذا؟ إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم وإلى ما يقوله الشيخ إلى محبته، تشير إلى محبته لابن عمر أنه بيحبه فعلا، وتشير إلى أنه لما حط يده على كتفه فهم ابن عمر أن الرسول هيقول له حاجة مهمة، تنبيهه إلى أنه لابد وأن ينتبه إلى ما سيقول له من كلام. صحيح؟ ممكن أن يكون السياق كذلك، ابن عمر ماشي والرسول جاي، والرسول صلى الله عليه وسلم في ذهنه وعقله وقلبه أن ينصح ابن عمر ذلك بهذه النصيحة وأن يختصه بها. ممكن فيقول له تعالى، مش هقول لكم في الدنيا بقى كأنك غريب على طول كده، يقول له تعالى كيف حالك، كيف أصبحت، كلام على عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ ثم يقول له أريد أن أنصحك نصيحة في هذه الدنيا لابد أن تكون عليها، لا تخالف عهدي فيها ولا تبدل ما أقول لك. ينتبه هو حينئذ، نعم لا شك في ذلك، سمعا وطاعة، مش كده؟ صح ولا ايه؟ الناس نايمة وما يكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل.
مش كده ولا إيه؟ لأنه مش معقول هيجي يحط إيده على كتفه ويقول لكم في الدنيا كأنك غريب. لابد أن يكون هناك تمهيد في الكلام، يقول أنا أريد أن أنصحك موعظة خالصة لأنني أحبك، وأنت قد رأيت صورة هذه المحبة بأن يضع يده الشريفة المعظمة على كتفه وأن ينتبه. يقول نعم أريد، اسمع مني، لابد أن تكون في هذه الدنيا على أحد حالين، إما أنك غريب أو عابر سبيل. مش كده؟ خلاص ابن عمر سمع كلامه وسكت، وقال له طب نزل إيدك بقى وجسايب وماشي. ها؟ ولا سمع كلام فقال سمعا وطاعا، الله المستعان، سوف أقوم بتنفيذ هذا العهد وهذه الوصية إلى أن ألقى الله تعالى. نفذها ولا لم ينفذها؟ بدليل إيه؟ بدليل أنه أمر بها هؤلاء، قال لهم تعالوا بصوا الرسول قال لي كذا وكذا، اللي انتوا عليه مش كذا وكذا. امال ايه اللي عليه كان الرسول؟ قال لهم اللي انا عليه، اللي انا سمعت كلامه وقمت به. صحيح؟ الناس متابعة ولا مش واخدة بالها؟ متابعة ابن الأشراف. ماشي كده. وذلك كما ترون تواضع العظيم الجم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبته واختصاصه لمن يرى فيه النجابة ويرى فيه السير إلى الله تعالى والإخلاص في هذا السير، ويرى فيه محبة الله تعالى. لذلك ينبغي أن تكون هذه النصيحة لهؤلاء الذين ينبغي أن يكونوا على هذا الحال الحسن. علمت أن الكلام إذا متوجه إليك. ابن عمر بيكلمنا احنا بقى، يقول لنا الرسول عمل كذا وقال لي كذا وكذا وأنا سمعت الكلام، ينبغي أن تكونوا كذلك، ما تعملوش اللي انتوا فيه دوت، والدنيا شغلاكوا والدنيا واخداكوا وانتم ملهيين في الدنيا، وأنتم في لهو وبعد وعدم تجهيز الجهاز وفي تسويف وتضييع، ولا تنتهزون هذه الفرصة التي أنتم فيها. كيف؟ قال يأتي بقى ابن عمر ليطبق المعنى الجديد في هذا الكلام. ايه بقى المعنى؟ يجي ابن عمر بقى عاوز يوعظ الناس ويقول لهم ايه بقى؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال له يعني ده معنى كلام الرسول كان بيقوله لك؟ يقول له نعم. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لأن هو ده الغريب اللي بيقول لك يا رب ارجع سالم، والمسافر اللي يقول لك يا رب اوصل. صح؟ يبقى إذن هذه الوصية لنا معشر المؤمنين أن يسمعوا ذلك وأن يبدأوا في ترتيب أنفسهم على أن يكون كذلك. هو كل همه أن يعد مرمة جهازه للانتقال إلى الله تعالى، لا يضيع من وقته شيئا، بدليل أنه إذا أصبح كل همه ألا يأتي عليه المساء، أو أن يأتي عليه المساء وقد خرج من الدنيا خروجا كما يقولون خروجا آمنا يأمن به عند الله تعالى، أو إذا أصبح كذلك بحيث قطع التسويف، مش هيقول بقى بكرة وبعده وإن شاء الله والسنة الجاية لما خلص الشغل لما خلص الجيش لما خلص الدراسة لما لا، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ثم أكمل لهم الموعظة. أنا عايز أختصر الكلام بسرعة، كلام مليان بس ده اختصار على قد إيه أحوالنا عشان ما أقطعش الحديث مرة أخرى. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إذا أنت أصبحت لا تنتظر المساء فاستغل هذا الوقت قبل أن تمرض ويصيبك المرض فيمنعك هذا المرض عن أن تقوم بما يكون سبب فوزك في الآخرة أو صلاحك في الدنيا والآخرة، أو سبب سعادتك في الأولى والآخرة. لا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه مرارا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
الصحة يستنى لما يمرض ويقول لك يا رب يشفيني بس هروح أعمل عمرة، يا رب يشفيني هأصلي، يا رب يشفيني هقوم كذا، هعمل كذا، هعمل كذا. وبعدين الفراغ أو ما يجيله الشغل، أي شغل بقى من أشغال الدنيا، إذا به قد وقع في الغفلة وسوف العمل وقال إن شاء الله غدا وبعد غد وإن شاء الله لما خلص الشغل. وأشغال الدنيا لا تنقضي، وإذا لم يقف المرء على قلبه ليحصل أسباب نجاته تنفلت منه حياته. كنا لسه بنقول رمضان بكرة، هذا احنا النهاردة بنقول الحج فاضل له كم يوم، يجي الحاج يقول لك إن شاء الله رمضان فاضل له 3 أيام. وهكذا الدنيا التي نعيش فيها. لذلك ينبغي أن ينظر المرء لهذه المسائل، وهي فيها شرح طويل عاوز يرجع له. أنا شرحت هذا الحديث في خطبتين يمكن أن يرجع إليهما من شاء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.